السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا في احسن حال وصحة وستر ورضا من الرحمن. كل سنة وانتم بألف خير. انا بفرح جدا في موسم التوم. احنا التوم ده ما شاء الله بيملى البيت خير. معانا هنا التوم كده، احنا مصورينه ده عند بتاع التوم الاحمر للناس اللي عايزة تخزن التوم من غير ما تفرمه، والتوم الابيض للي عايز يفرم التوم. التوم الابيض يتفرم على طول ويتحط مفروم وجاهز. هنا بعد ما فصصناه من بعضه خالص وشلنا كل القشر اللي في النص وخلينا القشرة الجوانية خالص وفرمناه فرمة حلوة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. ما تنسوش كده تصلوا على الحبيب وتعالوا كده نشوف هنملى البيت خير ازاي. اول حاجة بناخد طبعا التوم على طول عشان ما نستناش عليه. حطيت زي ما شايفين نص كوباية صغيرة، نص فنجان ملح كده، وكمان هنحط فنجان خل ماشي صغير، وهنحط معلقة كبيرة من السكر. لو الكمية كبيرة قوي عندك حطي معلقتين. تمام. طيب انا دول اللي عاملاهم كام؟ دول اللي عاملاهم بما يرضي الله 8 كيلو. تمام. دول 8 كيلو من التوم الابيض. التوم الاحمر بتخزنيه كده من غير ما تفرميه، يعني بتخليه صحيح عندك، لكن التوم الابيض بيتفرم. هنقلبهم كويس قوي. الوصفة دي بصراحة الطريقة دي اللي انا بعملها والله بقالي كام سنة بعملها، ما شاء الله تبارك الرحمن. زمان انا ما كنتش اخزن الثوم مفروم ابدا، وما كنتش احبه على فكرة مفروم. ولكن لقيته بيفضى، الثوم بيفضى، فبقيت اعمله كده. معرفش ليه الفترة الأخيرة في التوم كتير بقى يفضى. وبعدين أنا كنت أشوف الناس اللي بتخزن التوم أصفر في الفريزر، بيبقى لما يجي يعملوه أصفر. فأنا جربته على الوصفة اللي بقول لكم عليها دي. فنجان صغير من الخل، فنجان ملح، وبعد كده بتحطي عليه معلقة كبيرة سكر أو معلقتين سكر لو الكمية كبيرة. والله العظيم لغاية ما بتخلص آخر معلقة من الثوم وهو أبيض زي ما هو، ما بيغيرش لونه أبدا أبدا أبدا. تبارك الرحمن زي الفل. تمام. دول هنعبيهم ونحطهم في الفريزر، في علب صغيرة عندك، في بطرمانات، في اكياس بلاستيك اللي متاحة عندك حط فيه. انا هحطه في اكياس كده وبفرده بالشكل ده وبقطع منه حتة حتة. على فكرة التوم مش من الحاجات اللي بتبقى ناشفة قوي في الفريزر، يعني مجرد ما تطلعيه بتحس ان هي لينة معاكي، بتتقطع بسهولة. تمام. وطبعا هنحطهم في الكياس وبعدين ندخلهم في اكياس تانية ونحطهم في الفريزر، او لو عندك علبة حط الكياس دي جوه علبة واقفليها ودخليها الفريزر. يعني الكياس زي ما هي كده رصيها، بعد ما تقفليها رصيها في علبة ودخليها في الفريزر. بتفتحي تطلعي كيس كيس بقى ايه وتاخدي منه وتحطيه تاني على طول في الفريزر. صلاتك كده على الحبيب، ما تنسوش الصلاة على الحبيب. ما تنسوش الفيديو ده مليان خير للبيت. نعمل له شير عشان الكل يستفيد. الفيديو ده المفروض كان نزل من بدري شوية عن كده، ولكن طبعا على ما طلعنا من رمضان وعلى ما فوقنا وعلى ما يعني كل سنة وانتم طيبين وعارفين بعد العيد وكده. تمام. انا كده خلاص عبيتهم وهحطهم جوه علبة اقفلها واحطها في الفريزر. تمام. احنا اول حاجة بدأنا بيها التوم عشان ريحته ما تبقاش قوية ولونه ما يغيرش طول ما هو بره ولسه ما حطينا لهوش الملح والخل والحاجة بتاعته. فاحنا جهزناه كده تمام، مش هيحصل له اي حاجة. ده بقى القشر بتاع التوم اللي هو بيبقى بين الفصوص. شايفين شكله عامل ازاي؟ اهو بالشكل ده. القشر ده انا هحطه في الفرن على نار هادية جدا 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 في صينية فاضية ما فيهاش اي حاجة، وهحطه في الفرن. انا مش يعني هوريكم الكمية الصغيرة دي وانتوا اعملوا الكمية الكبيرة اوي اللي عندكم، اي كمية عندكم. هدي النار على الاخر عليه، هدي النار على الاخر. احلى توم بودر هتشوفوه بطريقتين، بطريقتين هنا. الناس اللي بترمي القشر الابيض، الناس اللي بترمي العروش بتاعت التوم، اتفرجوا على الثوم البودر اللي بتخزنيه من السنه للسنه عندك. شايفين؟ تبارك الرحمن. اسمعوا كده الصوت بتاعه، ما شاء الله تبارك الرحمن. وما تعليش النار في الفرن على بصوا وطوها على الاخر وسيبوه خالص، سيبوه يهدى خالص خالص خالص. الريحه بتاعته والله يا ريت يكون، يعني يا ريت تشموا. يعني عايزه اقول لكم يعني حاجة توم بودر ريحته قوية وحاجة ما شاء الله تبارك الرحمن. هنضربهم جامد قوي في المطحنة بتاعت الخلاط وبعدين نحطهم في علبة عندنا ونستخدمهم توم بودر. ده القشرة البيضة اللي بتبقى بين الفصوص.
طيب احنا لما جينا ننضف التوم في الاول خالص، طبعا شلنا الورق الغامق اللي مش نضيف، كله ده رميناه. الورقه اللي بتبقى فيها طينه في الاول والكلام ده كله ده شلناه ورميناه. خدنا القشر اللي هو الورق اللي هو بين الفصوص بتاعه التوم. تمام، زي ما شفتوا كده شايفين، بس انا ما طحنتوش كويس، اطحنوه كويس جدا عن كده. تمام. طيب هنا هنيجي للعروش اللي هي الخضراء، شايفين؟ ما شاء الله، يعني فعلا فعلا حاجه كده تملي البيت كله خير. غسلته كويس قوي قوي مره واتنين وتلاته لغايه ما تلاقي ميته نضيفه زي الفل. ونقطعها طبعا كده عشان تبقى خفيفة على المفرمة اللي هتعملي بيها او الكبة او ايا كان يعني. تمام. فطبعا الخطوات دي لازم تعمليها في البيت، لان مش هينفع تعمليها عند الراجل. في ناس كتير بتفرم التوم ماشي، الريوس الكبيرة دي بننضفها ونعملها عند الراجل. لو انت عايز تعمليها، مش عايزة تعمليها اعمليها في البيت. لكن خطوة التوم الاخضر ده عشان تعرفي تنضفي وتظبطي الدنيا فلازم في البيت. تمام. احنا هنا بصوا انا بوريكم طريقتين. انا عندي المفرمة دي بتخلي الحاجة مش منزلة مية، مش معجونة بمعنى أصح، مش بتبقى زي المعجون كده. تمام. بتخليها حاجة كده مفرومة، بس مش منزلة أي مية يعني. تمام أهو شايفين مفرولة من بعضها كده. وعندي المطحنة الصغيرة دي طبعا بتضايقني، لان هي مش بتشيل كتير خالص، مش بتشيل الا جرامات، حاجة بسيطة. وفي نفس الوقت بتخلي لك الحاجة معجون، لو انت عايزاها حاجة فيها مية بتبقى معجون. انا بوريك الوصفتين دول عشان لو عندك دي تمام ولو عندك دي تمام. هوريك الوصفة دي بنعملها ازاي والوصفة دي بنعملها ازاي. ما تنسوش تصلوا على الحبيب. ما تنسوش فضلا وليس امرا اللايك للقناة والتعليقكم الجميل، ربنا ما يحرمني منكم ولا من تعليقاتكم يا رب الجميلة. وزي ما اتفقنا شير للفيديو عشان كله يستفاد. انا هنا حطيت معلقه ملح وهنا حطيت معلقه ملح وهقلبه كويس زي ما شايفين. بصوا ده عامل معجون خالص والتاني لا. تمام. ولكن الاتنين مفرومين حلو بالنسبه لي. هجيب صينيه كبيره واغلف، يعني مش هغلف زي الكيك كده، لا نحط لها دقيق. لا انا عايزه اتقل دقيق شويه، لاني هحط عليه كل التوم ده فهيشرب الدقيق. فلا زودي دقيق، يعني مش تبطين، لا احنا هنفرش دقيق في الصينيه. ده اللي اتعمل ناعم شايفين زي قرص الطعمية. وبرده هغلفه بالدقيق واحطه على الصينيه اللي هي كمان فيها دقيق، حاطين فيها دقيق وبنحطه عليها. طيب انا هخليه كل ده قد ايه بقى على الصينيه؟ مش هقلبه قبل 4 أو 5 أيام، لما احس ان هو بدأ يرفع كده ينشف من تحت. تمام. وبياخد وقت في نشفانه على فكرة. وبصوا ده المفرول اللي هو ما فيش فيه اي مية. انا بعمله نفس الحوار، الدقيق كتير في الصينية وهرش كمان دقيق من فوق. تمام. مش هاجي ناحيته خالص. اجي بالنهار ادخله في البلكونه واحط عليه شاشه عشان ما فيش معلش دبان او اي حاجه او تراب او اي حاجه تيجي عليه. واجي بالليل ادخله جوه عشان ما فيش حاجه تروح له بره طبعا في البلكونه بالليل. تمام. ده هسيبه كده لغايه ما ينشف. اقلبه كل 4 ايام ولا حاجه اقلبه. بصوا بقى عامل شكله ازاي، بياخد وقت طبعا بالذات في الجو الساقع لسه. ده عندي من السنه اللي فاتت وحبيت اوريه لكم. تمام. ده لان التاني طبعا لسه ما نشفش. تمام. وهوري لكم ده. بصوا اهو شكله بعد ما نشف خالص. مسكت المنخل وحطيته في المنخل، نخلته جامد، نزلت كل الدقيق اللي احنا كنا حاطينه عليه. ما تقلقوش من الدقيق ده خالص، نخلناه جامد قوي. هوريكم برضو بنعمل بيه ازاي. ده اهو هنعمل بيه حبه ملوخيه زي الفل. لو انت عايزه تستخدميه كتوم عادي، ده العروش مش ريوس التوم. ريوس التوم خلاص احنا حطيناها في الفريزر. تمام. هنعمل حبه ملوخيه ناشفه الصعيدي دي كده. طيب الفرق هنا بين العروش لما تيجي تحطيها في السمنه او في الزيت ان هي بتحمر بسرعه قوي. مجرد ما تحطيها في الزيت او السمنه بتحمر. لازم تبقى معاكي الشوربه بتاعتك او الطماطم او الميه او ايا كان اللي انت هتشتغلي بيه يبقى جاهز عشان ما بياخدش وقت. هرسنا كده الطماطم فيها وحطينا عليها معلقه الكزبره ودي حبه شوربه وهنعمل عليها حبه ملوخيه ناشفه. يعني ممكن تستخدميه كده. تمام. هتستخدميه زي الفل زيه زي التوم العادي خالص. عايزه اقول لكم والله طعمه جميل جدا جدا جدا. طعمه حلو كمان في البيض. في البيض تحفه. هعمل لكم منه بيض دلوقتي هيبقى جميل جدا. في البيض هتستخدميه، في الملوخيه هتستخدميه، استخدميه في كل حاجه. بصي يعني الناس اللي بترميه عند الراجل ده والناس تدوس عليه برجليهم وبيترمي ومش عارفه ايه، لا املي بيتك خير وزودي تبارك الرحمن الحاجه كده جميله جدا جدا. ده هيقعد معاكي كتير.
هنعمل منه لبن بتاع ده، انا اسفه، هنعمل منه توم باودر، وهنعمل منه بصي يعني حاجات ما شاء الله. طيب هنا هنعمل البيض. بص انا حطيت هنا التوم مع السمنه، حطيت طبعا حته فلفل اسود طالما هو في بيض لازم، وملح. هنا بقى هتسيبيه بعد ما حطيتي له حبه ميه صغيره، سيبيه دقيقتين يغلي، لان هو ناشف، هتحطي عليه البيض على طول مش هيبقى حلو. حطي له يعني ربع كوبايه شاي صغيره كده ميه، وسيبيه يغلي دقيقتين لغايه ما تحسي ان هو خلاص ايه شربهم وهو طري. وتروحي حاطه عليه البيض، ما بياخدش وقت خالص برضو على النار، يعني هو دقيقتين كده يغلي. بص اهو طري خالص. وهنحط عليه البيض بتاعنا، وما شاء الله احلى طاجن بيض هتاكليه، حاجه كده تبارك الرحمن، جميل جدا جدا جدا. طيب مش عايزه استخدمه كده، خلاص افرميه كله في المطحنه بتاعه الخلاط، ونخليه كويس، ونخليه اللي يطلع منه المنخول ده. عايزه تستخدميه كده تمام، عايزه كمان تفرميه تاني لغايه ما تخليه كله بودر، برضو زي الفل. المهم ان احنا هنستغل كل حاجه في التوم ونملى البيت خير. استغلينا العروش بتاعته والورق الابيض، واستغلينا الروس، وعملنا كله تبارك الرحمن. احنا هناك عملنا توم بودر من القشرة الداخلية، وهنا دي من العروش. شايفين برضو دي ضربتها ضربت بقيته في المطحنة بتاعت الخلاط اللي انا وريته لكم دلوقتي، اللي انا عملت منه الملوخية. طحنت الباقي منه في المفرمة بتاعت الخلاط، وهنخلها كويس قوي. بصوا اهو ده خليت منه جزء وادي جزء، شايفين حاجة كده تبارك الرحمن. يا رب الوصفات دي تكون عجبتكم، يا رب الطريقة تبقى حلوة. املوا بيتكم خير، ما ترموش الحاجة طالما هي هتفيدكم. وده طبعا لسه في الصينية بينشف. يا رب الفيديو يكون عجبكم. تسلموا لي ويسلم دايما ودكم، وشكرا والسلام عليكم.